في حي هادئ على أطراف المدينة كانت تعيش فتاة اسمها هالة. فتاة عشرينية، ملامحها ناعمة، صوتها خافت، وعالمها صغير، صغير جدا لا يتعدى جدران غرفتها. كانت هالة تعاني من الرهاب الاجتماعي، لكنه لم يكن مجرد خجل، بل خوف عميق يشلها. كانت تشعر أن كل من ينظر إليها يحكم عليها، وكل كلمة تقولها قد تستخدم ضدها، وكل حركة تقوم بها قد تفسر خطأ. ومنذ كانت صغيرة كانت هالة تخاف من رفع يدها في الصف. في كل مرة تفكر أن تتكلم كان قلبها يدق بقوة، وأنفاسها تتسارع، وتسمع في رأسها صوتا يقول: لو غلطت هيضحكوا عليك. ومع الوقت اختارت الصمت. أصبح الصمت ملاذها. لا زيارات عائلية، لا صداقات قوية، لا مكالمات هاتفية طويلة، فقط كتب وأفكار والكثير من القلق. والجامعة كانت كابوسا. مجرد الوقوف أمام لجنة التسجيل كانت معاناة. كل زملائها كونوا صداقات بسرعة، أما هالة فكانت تمشي بجوار الجدران، تأكل وحدها، وتغادر المحاضرات فور انتهائها. كانت تتمنى أن تختفي، أن تصبح غير مرئية. في إحدى المرات طلب منها تقديم عرض شفهي أمام زملائها. لم تستطع، تغيبت عن المحاضرة، ثم شعرت بالذنب، لكنها لم تندم، لأنها لم تكن مستعدة لسماع ضحكات الناس أو نظرات الاستغراب. وذات مساء سمعت هالة والدتها تبكي وهي تتحدث عبر الهاتف: بنتي مش بتتكلم مع حد، مش عارفة أوصل لها، هي كويسة بس حاسة إنها عايشة جوه قوقعة ومش راضية تطلع منها. كأن الكلمات طعنت قلب هالة. لم تكن تعرف أن صمتها يوجع الآخرين أيضا. تسللت إلى الإنترنت وكتبت للمرة الأولى: أخاف من الناس، أخاف من الكلام، هل في حد زي كده؟ وجدت العشرات بل المئات يشاركونها نفس الشعور. عرفت لأول مرة اسم حالتها: الرهاب الاجتماعي. وبدأت هالة تتابع فيديوهات عن العلاج المعرفي السلوكي، قرأت تجارب الآخرين، كتبت في دفترها: اليوم نظرت في عيون البائعة، اليوم قلت شكرا بصوت واضح، اليوم لم أهرب من صوت الباب. كانت الخطوات صغيرة لكنها تحدث فرقا. ثم قررت أن تطلب مساعدة متخصصة. كانت ترتجف في أول جلسة، لكن الطبيب كان هادئا مبتسما لا يصدر حكما. قال لها في أول لقاء: أنت مش لوحدك، والرهاب مش نهاية، هو مجرد بداية رحلة الشفاء. استمرت في الجلسات، تعلمت تقنيات التنفس، مواجهة الأفكار السلبية والتحدث لنفسها بلطف. جربت تدريبات المواجهة، الاتصال بصديقتها، الذهاب لمقهى لوحدها، طرح سؤال على أستاذها. كانت تتعثر أحيانا لكنها لا تعود للوراء. وفي ذكرى مرور عام، في أول جلسة كتبت هالة رسالة إلى نفسها القديمة: إلى هالة التي كانت عايشة خلف الستارة، عارفة إنك كنت خايفة، وعارفة إنك كنت بتقول أنا ضعيفة، بس شوفي فين وصلتي. انت اتكلمتي، ضحكتي، خرجتي من القوقعة، انت حرة. وفي يوم مشمس وقفت هالة أمام زملائها في ورشة عمل، وتحدثت بصوت واضح. كانت يدها ترتجفان قليلا، لكنها تحدثت. بعد العرض اقتربت فتاة منها وهمست: أنا كنت زيك لما اتكلمتي، حسيت إني مش لوحدي، شكرا. الرسالة: الرهاب الاجتماعي ليس نهاية، بل باب صعب يحتاج شجاعة لفتحه. وهالة مثل كثيرين وجدت المفتاح عندما صدقت أنها تستحق أن ترى وتسمع وتحب كما هي.